بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير يتساءل: هل الإنسان الخبيث يتزوج مع زوجة طيبة؟ نقول نعم. الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر أن يبتلي الإنسان الخبيث بزوجة طيبة. نعم، لعله ماذا؟ لعله يشكر، لعله يتوب إلى الله، لأن تلك المرأة طيبة هي ابتلاء من الله، هي موعظة له. نعم، وليس جزاء، ليس جزاء. أو نقول قلبه أبيض، أو نشهد على ما في قلبه بأنه إنسان طيب. لا، إذا هذا الإنسان تحول من المفسد إلى المصلح وإلى التوبة والإنابة إلى ربه، نعم، فنقول عز وجل نفعه بتلك التذكرة، بتلك الموعظة، بذلك الامتحان أو الفتنة، إلا وهي المرأة الطيبة. فماذا يفعل عز وجل؟ يثبتها في اللوح المحفوظ، لأن يقول عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، في سورة الرعد. وإذا تواصل على فساده وعلى خبثه فاعلموا بأن الله يميز الخبيث من الطيب. نعم، ونعيد الآية، سورة الرعد 39: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن عز وجل في أقداره يمحوها. نعم، تلك الزوجة طيبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في سورة النور: معادلة وسنة الله لن تجد فيها تبديلا ولا تحويلا. الخابثات للخابثين، والخابثون للخابثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. إذن المعادلة تقول: الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذه سنة الله عز وجل. وبالتالي هذا الإنسان إذا مكث على خبثه فاعلموا بأن تلك طيبة لا تمكث معه في أقداره، يمحوها الله عز وجل. إذن عز وجل قادر على كل شيء، أن يبتلي ذلك الخبيث بالحسن. نعم، يقول عز وجل في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن عز وجل يبتلي بالحسن والسيء، كما ابتلى هذا الإنسان الخبيث بالمرأة الطيبة، يعني بالحسنة، وعظه، ذكره بتلك المرأة لعله يرجع. فإن لم يرجع فاعلموا بأن عز وجل يطبق فيه سنته، يمحوها. نعم، يمحوها تلك الزوجة الطيبة، تلك الحسنة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأن سنة الله تقول: الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.